زهرك ما قالوش عليك خايبه غا هكا، كنتي وجهك كله مطبع بالحبوب، وفاش كتهناي من حبوبه كيطلع لك عرام بلاصه. انا عارفه كل احلامك بشره صافيه براقه بحال هادي، وحنا على ابواب 2025 كنطلبوا غير راحه البال وبشره صافيه خاليه من الحبوب. المشاهير والانفلونسرز السوشيال ميديا ما كيملوش يحسونا انه كاين ديما فينا واحد المشكل خاصو يتصلح. نورمال هذيك هي خدمتهم، كيحاولوا ديما يبيعوا لينا شي حاجه على انها الحل الوحيد لجميع المشاكل ديالنا. حنا كنخدعوا في بزاف د المرات انها بشرتهم بهذا الصفاء والجلو وبشره نقيه مشعشعه بحال ديال اللي بيبي، وحنا كنساو انها الاضاءه والفلترز كتلعب دور كبير انه تبينهم بداك الصفاء. فرق كبير بين الصوره اللي كيوريوها لينا وبين الصوره اللي كيصورها ليهم شي حد على غفله. كتلقى بشرتهم كلها مسام، حبوب وشعر وتجاعيد وهالات وانتفاخ بحال اغلبنا او اسوا. لكن شنو هما الحبوب في الاصل وشنو هي الحقيقه ديالهم وكيفاش خصنا نتعاملوا معاهم وواش كلهم بحال والحبوب انواع واشكال، كاين السيستيك اكني وكاين البلاك هاد والوايت هاد، كاين بوستيلا، كاين روزيشا، وكاين نودولار اكني. الحبوب هو انسداد او عدوى داخل الوحده الدهنيه اللي في البويصلات الشعر اللي في الغده الدهنيه، والبويصله ديال الشعر كتمر داخل البشره، وفي التماس مع البويصله ديال الشعر والوحده الدهنيه كيتم افراز الزيوت د البشره، وهاد الزيوت في الاصل خاصها تطلع لسطح البشره باش ترطبها وتغذيها. ولكن بالنسبه للحبوب كاينين جوج انواع، كاين حب الشباب الالتهابي وحب الشباب الغير الالتهابي. الغير الالتهابي هو البلاك هاتس والوايت هاتس اللي كيكونوا على المستوى الاول، وفي المستوى الاول كيكون هناك احتقان خفيف اللي هو معروف بزاف، كيكون احتقان على البشره نيشان على البويصله ديال الشعر، والرؤوس البيضاء كتعتبر مسامات غير مؤكسده مسدوده. بعد الخطرات كتاكسد الزيت اللي في المسامات من خلال اشعه الشمس، ومن ثم كتحول للرؤوس السوداء. لهذا البلاك هاتس هما في الاصل المسامات ولات مسدوده اللي تاكسدات ولات كحله فوق البوصله ديال الشعر. دوزو لحب الشباب الالتهابي واللي هو اللي كيكون صعيب بزاف وكنعانيو منه بزاف، اللي كتكون عامره في الداخل بواحد المحلول ابيض وكتكون ملتهبه وكتضرك في كثير من الاحيان، وكتكون في الفوق ولا في التحت، واللي هو كينقسم الى قسمين. القسم الاول فاش كتكون عندك انسداد اسفل بويصلات الشعر اللي كيوقع هنايا الاكسجين ما كيبقاش يدخل لديك البلاصه، وبهكذا البكتيريا كدير الحفله تماك وكتزدهر. لهذا السبب كيوقع عندك التهاب والبلاصه كتحمر، وجسمنا كيحارب هذا الالتهاب وكيحاول يخرج الانسداد لبرا، والحبوبه كتنفخ وكتكون عامره وراس ابيض والاحمرار كيكون حواليها. اغلب منا كنبغيو نخويوها ونطرطقوها، الامر اللي كيخلي الالتهاب يطلع لسطح البشره. وهنا كينوضوا لك وحدين اخرين اوليتراس والتسبغات، وهما في الاصل كيقدروا يمشيو بوحدهم، الجسم كيحاربهم في ظرف اسبوع او اسبوعين كيقدروا يمشي، ولكن شكون غيشد لي انا يدي؟ القسم الثاني هو فاش كيكون عندك الانسداد بعيد بزاف على اسفل بويصلات الشعر. هنا الجسم كيفهم انه ما يقدرش يطلع الالتهاب لسطح البشره، لهذا جسمنا كيصيفط انزيمات باش يصلح البلوكاج تماك، وهذا الشيء كياخذ وقت بزاف باش تصلح، وهي كتكون على هذا الشكل ومؤلمه وعميقه، والمحلول الابيض كاين فيها ولكن كيصعب يطلع للفوق. المشكل مع هذه الانسدادات انها كتكون قريبه بزاف للادمه ديال الجلد، والكولاجين ديالنا كتضرر، بينما الا عندك النوع ديال نودولار سيستيك كيقدر يسبب لك ليطراس عميقه بزاف. ولا هذا النوع من الليطراس كتقدر تعالجها فقط بالمايكرو نيدلين ولا بالعلاجات ديال البشره المتطوره. اوكي، شنو اللي كيسبب لنا اصلا هاد الانسدادات؟ هاد الانسداد المسام كيقدر يجي من الخلايا الميته والسان سكرين والمكياج والمنتجات العنايه ديال البشره، لان الزيوت اللي كتنتجها البشره باش تصلح وتغذي البشره ديالنا الا ما طلعتش لفوق البشره باش دير خدمتها كدير هاد الانسداد تماك. هنا كتفهمي الاهميه ديال غسول الوجه وتقشير البشره، لانها احيانا اغلب الناس اللي كيكون فيهم الحبوب غالبا ما كيركزوش ينقيو البشره ديالهم بما يكفي. لكن عاوتاني حتى الجوده ديال الزيوت اللي كتنتجها البشره ديالك الا ما كانتش جيده وصحيه بما يكفي كتقدر تبلوكا تماك وتبقى فيه ودير لك الحبوب. ثالثا البي اتش ديال البشره اللي ضروري جدا انه يكون ما بين 4.5 ل 6.5، لانها البشره ديالنا خاصها تبقى حمضيه باش تكون نقيه من البكتيريا وتكون عندها مناعه قويه. لكن هادو كاملين كيبقاو اسباب عاديه، لانه ماذا الا كانوا الحبوب وسيله باش جسمك يتواصل معاك باش يقول لك راه فيا شي مشكل. كاين واحد الاعتقاد كيعني ان فاش كيكونوا فيك الحبوب يعني انت مقززه مسخه خايبه، كانه عيب، كانه فيك شي نقص خاصو يتصلح وان خاصك تخبيه تتصلحيه. كيهز الثقه ديالك براسك والصوره باش كتشوفي راسك، وهذا الشيء ماشي صحيح، لان الحبوب ممكن يطلعوا على وجهك، عنقك، صدرك، ظهرك، حرفيا ممكن يطلعوا في اي بلاصه في جسمك. الحبوب كتعتبر شي حاجه عاديه مشتركه يقدر يطلع في اي واحد، يعني اكثر من 90% من الناس اللي على وجه الارض عانوا منه او كان عانوا منه
منه في مرحله ما من حياتهم. لهذا ما كاينلاش تحسي بالضغط منه تعالجيه باي حاجه جات قدامك، ولا الانفلونسرز والشركات كيحاولوا يبيعوها لك. والحبوب في بزاف المرات كيكون مشكله صحيه، هي الطريقه باش جسمك كيحاول يتواصل معاك انه فيه شي مشكل خاصو يتصلح. كيقدر يكون مثلا تكيس المبيض ولا خلل في الهرمونات، بحال بزاف مثلا الناس اللي كيكونوا كيمروا في مرحله المراهقه كيكونوا كيعانيو منه، لان في هذه المرحله من حياتك طبيعي فيها الهرمونات كتخربق، لانها في النهايه كتحاول تلقى التوازن. ونقص في الفيتامين اي حتى هو كيقدر يدير الاكني، او حتى الستريس او مشكل في الامعاء اللي كيقدر يكون مثلا بكتيريا في الامعاء او شي عدم توازن فيها. وحتى كيقدر يكون عندك حساسيه من ماكله معينه ويطلع لك. لهذا كل نوع معين من الحبوب كيكون عندها الحل ديالها خاص بها. لهذا كيستفزونا انايا البراندات ديال السكين كير اللي كيحاولوا يبيعوا لك شي حل بلا ما يعرفوا اصلا الاصل المشكل عندك. واحد المره شي ميشيل اللي كانت كتدعي انها كانت في واحد المرحله من حياتها عانت من الحبوب، وهذا الشيء ممكن ولات الامباسادور ديال بيوري، كانت كتسوق الميسر الورد ديال بيوري اللي كيوعدك انه غادي ينقي وجهك من كاع الوسخ والشوائب اللي كتبقى في البشره اللي كتقدر تسبب الاكني. وصورت فيديو على الانستغرام كتبين فيه انها كتستعملو على وجهها بلا ما تحط داك القطن على وجهها اصلا، والناس عاقوا بها وفضحوها. وانا ما كنقولش الانفلونسرز كاملين كيكذبوا، ولكن الاكيد انهم الاغلبيه ما عندهم حتى شي تجربه مع البرودكت اللي كيحاولوا يبيعوه لك. اللي كتعاني من مشكل صحي فالصحه عندها طريقه. كون غاقلتي اصلا هذوك المنتجات اللي كيحاولوا يبيعوهم لينا رخاص على لا فيزيت ديال الطبيب، في حين انهم في اغلب الاوقات كتلقاهم بنفس الثمن او اقل بقليل. لكن الفرق هنايا انه الطبيب كيهنيك من المشكل بشكل نهائي، ولكن حنا ديما كنفضلوا الطريق السهله. وفي هذا الشيء اللي كان شكرا على المشاهده. بليز ديروا لايك اند سبسكرايب، بليز شاركوا معايا حتى نتوما تجاربكم وشنو نصدق معكم، بليز شاركوا معايا حتى افكاركم اشنو بغيتوا تشوفوا في هذه القناه، اشنو المواضيع اللي بغيتوا تسمعوا عليها اللي عندكم فضول عليها. كتخصنا حنا البنات بالضروره، كيعجبنا اننا نقلب على هذا الشيء اللي كيكون كيخص البنات، بحكم انه فاش كنكون كنقلب كنكون كنستافد نيت انا نيت باغا نعرف، ما كنكونش ثقيل عليا انني ندير فيديو بهذا النوع، فهمتي كيسهل عليا نديرو عليه وكنتحمس. شكرا على المشاهده، بليز ديروا لايك وسبسكرايب.